وعليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنقدم البيض المدحرج. في كتير من اولادنا ما بيرضوش ياكلوا البيض المسلوق، فاحنا هنعمله لهم مدحرج فهيعجبهم جدا وهيحبوه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنجيب البيض ونحطه في حلة على النار عشان يتسلق، بس خدوا بالكم بعد الغليان يا بنات ما تزودوش عن 7-8 دقايق عشان البيض يطلع معاكم طعمه جميل. بعد كده بعد ما بيتسلق بناخده نحطه تحت الحنفية عشان نقدر نقشره، وبعد كده ايه بنمسك نقشره واحدة واحدة. اول ما نقشر البيض بنكون حاطين طاسة على النار. الطاسة دي هنحط فيها، بلاش نحط زبدة يا بنات عشان الزبدة بتتحرق بسرعة. في ناس بتقولك نحط زبدة وزيت، لا انا بفضل احط حتة سمنة بلدي عشان اعرف احمر فيها البيض كويس. هنحمر البيض، شوفوا ما شاء الله بقى شكله جميل جدا لما اتحمر، واولادنا هيحبوه قوي قوي. دلوقتي هنقدم البيض. بصوا ممكن تقدموا البيضة زي ما هي سليمة كده، وممكن تقطعوها نصين لأولادكم، وبألف هنا وشفا حبايب قلبي.